شم النسيم بيحتفل بيه المصريين كل سنة، بس ايه حكايته وبدأ امتى وازاي؟ تابع معايا لنهاية الفيديو عشان تعرف كل حاجة. شم النسيم من الأعياد المصرية القديمة. كلمة شم جت من شمه وتعني الحياة، ومع الوقت أضيف ليها النسيم عشان الجو بيبقى حلو في الوقت ده من السنة، فبقت شم النسيم. وده عيد الربيع أو موسم الحصاد عند المصري القديم اللي كان مرتبط بفكرة الحياة والبعث من جديد. ولأن كل الأعياد المصرية مرتبطة بالأكل لأنها أفكار زراعية مرتبطة بالحصاد والإنبات، فكان لازم يحتفلوا بالأكل. ومن أشهر الأكلات في اليوم ده الفسيخ أو السمك المملح، وهو عبارة عن سمك بوري بيتخلط مع الملح، وده لأن ما كانش فيه ثلاجات في الوقت ده، فكان دي طريقة للحفاظ عن الأكل عن طريق تمليحه. والسمك المملح بيرمز لتقديس المصريين القدماء للنيل ولمطاردة الأمراض، وله أصول خاصة بأسطورة أوزوريس والتحنيط في مصر القديمة اللي كانوا بيستخدموا فيه الملح برضه. وكمان الخس اللي بيرمز للخصوبة، والبيض اللي بيرمز لفكرة بداية خلق الحياة من الجماد. ومن أهم الحاجات اللي بتتعمل في اليوم ده هو الرسم على البيض، وهي عادة مصرية بيعملها المصريين القدماء من آلاف السنين. البعض بيقول إنها بدأت مع الأسرة الثالثة أو 2700 سنة قبل الميلاد، ولكن الأثريين اكتشفوا بعض البيض الملون والمزخرف واللي تاريخه بيرجع لعصر ما قبل الأسرات وموجود في المتاحف المصرية. وخلينا نقول إن العادات والأكلات والاحتفال باليوم ده مازال مستمر لحد النهارده، وبيحتفل بيه المصريين لغاية دلوقتي، وبيحبوا يخرجوا للمساحات الخضراء على النيل والحدائق، وبكده الحضارة المصرية تكون لسه عايشة جوه المصريين حتى من غير ما يعرفوا. بس الموضوع ما وقفش عند المصريين بس، لأن لما اليهود دخلوا مصر اتأثروا بالعادات والتقاليد والثقافة المصرية واخدوا منها حاجات كتير، وكان منها عادة الرسم على البيض اللي بقوا يعملوها في عيد الفصح، وبعدها انتقلت للمسيحيين وأوروبا وبقى بيض عيد الفصح شيء متعارف عليه في العالم. وشفنا في روسيا القيصرية بيضة فابريجي اللي كانوا بيصنعوها لإهدائها لزوجات القياصرة، وبيعملوها من المعادن الغالية والأحجار الكريمة. وده جزء بسيط من تأثير الحضارة المصرية على العالم. وفي نهاية الفيديو رأيك يهمنا، قول لي دلوقتي في التعليقات انت رسمت على البيض واكلت فسيخ في شم النسيم قبل كده ولا لا. وما تنساش تشترك عشان تعرف معلومات اكتر، وتفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار بالفيديوهات الجديده، وتعمل لايك لو الحلقه عجبتك، وتعمل شير وتبعت الفيديو للمهتمين بالموضوع ده عشان غيرك يستفيد، وتشوف باقي الفيديوهات هتعجبك ان شاء الله. يا رب اللي يشترك يدخل الجنه.